مسلسلات من عصور مختلفة، ده غير الأكشن والسسبنس في رمضان 2024. مسلسل حشاشين واللي أحداثه بتحصل في القرن ال11، يعني من 1000 سنة تقريبا. عصر مختلف وإنتاج ضخم، ويمكن ده السبب اللي خلاه يتأجل من 2023 ل 2024. وده اللي قاله الفنان كريم عبد العزيز في لقاء ليه في برنامج MBC ترندنج، إن العمل التاريخي بياخد مجهود جبار في تحضيره وتنفيذه، لأنك بترسم عصر مش موجود. ده غير إن المسلسل أحداثه بتحصل في أكتر من 3 بلاد، وقال كريم إن دي حاجة بتحصل في العمر مرة واحدة، فيستاهل يتطبخ على نار هادية. فواضح إننا هنشوف مسلسل مهم بجد. مسلسل جودر لياسر جلال، واللي اتغير اسمه في آخر لحظة من ألف ليلة وليلة لجودر، ولكن تقريبا آخر ألف ليلة وليلة اتقدمت كانت من 10 سنين. فتخيل بقى في 2024 بعد التطور في شكل الصورة والجرافيكس المسلسل هيبقى عامل ازاي. مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة، واللي بيظهر في دور دكتور بتجبره الظروف انه يخش في صراعات كتير مع اللي حواليه. وبرغم ان المسلسل المفروض يبقى فيه سسبنس، الا ان الصور اللي انتشرت بتدل على اجواء هاديه جدا. خلصت حلقتنا، واكتب لنا في الكومنتس ناوي تتابع مسلسل ايه فيهم. وكل سنه وانتم طيبين.